طلال كركوري يلعبها عاليه، طلال عاليه وبيحاول يتابع بدماغه ويلمس مروان شماخ. الكرات العاليه المغرب فيهم تميز في الكرات العاليه وبيحطها حلوه حلوه، لكن كان مصفر قبلها، مش ممكن على اللاعب ده. جواد زايري لعيب كبير، جاب كوره رائعه، كله وقف افتكرها جول. شوف الدبل كيك هنا، لكن كان في فاول قبلها وعامل دبل كيك رائعه جواد زايري وراحت جول. شوف من الكرات الحلوه، كان هيبقى اجمل هدف في البطوله. بيحاول يتابع بوتا ويحط جسمه واستلم، ما بيفقدهاش وبيلعب كره عرضيه خطيره لبره كانت تبقى اخطر لانه بذل وليد رجراجي. في جمله منظمه بيعملوها، جواد زايري ماشي، جواد هيكمل جواد وبتنتهي بشوطه من جواد ناحيه الشمال، وعايز يعدي خطره مباشره سريعه من اللاعب يوسف مختاري. الفاول بيلعبها برجله الشمال عشان تعمل لفه وفي اتجاه للمرمى عاليه وخطره، وخد الفاول بذكاء طبعا الوناس جواوي. اي التحام هنا للحارس الوناس جواوي مع اي حد وهو في العالي، اي لمسه على طول بياخد الفاول. غير ما يعمل فاول المره دي زايري في وسط 4 مدافعين، هيعمل ايه؟ عايز يعدي من الاربعه، لكن 2 ضغطوا والثالث عمل كفرنج وفاول. المغرب كركوري بيلعبها وبيحطها عاليه فوق العارضه حلوه وجميله وخطيره جدا، لكن في نص جول. لو في زاويه كانت دخلت لان المسافه كانت هتزيد، كانت هتخش جول على طول. حلوه من يوسف صافري، حطها بمهاره. نور الدين نايبت، تاني يزيد منصوري، هتاخد حلوه بيكمل من ناحيه الشمال، هيكملوا الهجمه وكره عرضيه خطره، الكره العرضيه يمسكها خالد فهمي. اجمل كوره عملوها الجزائر واخطر كوره يمكن او مؤثره شويه لغايه دلوقتي. مره ثانيه زايري يلعبها زايري تاني بوتابوت، وتترد الكوره من بوتابوت، عايز يشوط خطر، لو شاط وشوطه كره عرضيه خطره. لا هي عرضيه ولا هي في الجول، بيمسكها الوناس جوا. الكرات العرضيه لازم تبقى لبره عشان تكمل الهجمه. تاني بوتابوت، ترجع من بوتابوت، يستلم زايري الكره بينما من ناحيه الشمال، خطر من ناحيه الشمال مختاري ويلعبها خطره ومتابعه، ما فيش متابعه في نص ملعب الجزائر. نايبت برضه رجع للكره العاليه، لا الكرات العاليه دي بقى انت وبختك، لمسه وخطره ممكن جول، يلا جول، هيحط جول، هوبا جول يلا. اتعملت حلو. هتاخد بتكمل ويوصل لجواد، ماشي جواد من ناحيه الشمال، جواد عايز يفوت انما سابها وعدى منه حلوه، وعدى من واحد والثاني يوصل للخط، وكره عرضيه خطره، كره عرضيه. المتابعه وحشه لكن يتابعها وليد رجراجي، بيزيد وليد اول مره يزيد بقى عرضيه خطره. هجمات الجزائر بالماضي، الهجمات المرتده خطيره عند الجزائر. جمال بالماضي يسلمها على طول لانه كان بيجي بوشه غير مراقب. هنشوف من ناحيه اليمين يوسف مختاري يلعب كره عرضيه وخطره، الكره العرضيه وتترد مره والثانيه بيحطها جواد زايري على طول. بقى فري يا جماعه، باينه بقى من مين اهو قدامنا. طبعا اللاعب الكبير يوسف حجي بيسخن، مش تسلل، في سقوط وانطلاقه حلوه، طالع من الجول وخطر جول، هيجيب جول يحطها، غلطه بلوفا ويقدر تخلصها منه عشيو. حلوه من ناحيه اليمين عشيو، ماشي عشيو عايز يبص ويلعب كره عرضيه عشيو وتتلعب غلطه جول الجول بغلطه او الغلطه بجول على طول. خطا دفاعي استغله صح. بقول لحضراتكم الجول هيجي من كره ثابته او من خطا دفاعي وما فيش هزار، اللاعب شراط كان مكملها حلوه عرضيه من عشيو اهي، عشيو عملها كروس اوفر، وشوف الغلطه الدفاعيه غيرت اتجاهها، ومتابعه من اللاعب الكبير شراط اللي بيسجل اغلى هدف له في عمره واغلى هدف له. اللاعب شراط اللي محترف في نيس، ومش قادر اوصف لحضراتكم الملعب. الهدف الاول المغرب، هنشوف المغرب يعمل ايه، وخطر هو جول هيجيب جول حطها في القائم، مش ممكن في القائم. ومره ثانيه يعقوبي هيسكت المغرب. الملعب مولع، الملعب لونه احمر، تغيير هيخرج مين؟ ده مخرج المدافع طلال الكركوري خارج ومنزل يوسف حجي. كده هيلعب ب3 مهاجمين بس متاخر في التغيير هنا المدرب الزاكي. وليد رجراجي ويلعب كرة عالية طويلة وتترد الكرة، لكن هيضغط لو خلصها جول رايح هو جول، هيجيب جول ويحطها، يلا الهجمة المرتدة يا جماعة، الكونترا. الملعب لونه احمر ودخان وكرة حلوة ومهارات حلوة، وخاصة منتخب الجزائر. لا ده في منطقة جزاء، الفاول اتلعبت دماغه بيحطها ودو عبد السلام ودو، كان هيسجل انما الحارس الوناس مسكها. الوناس جواوي رامي تماس للمغرب، تتنقل محمد يعقوبي
في وسط ثلاثه. محمد يرجع بيها ورا لمسه والثانيه بيسلمها يوسف لجواد وعدى خطر. هو جول هيجيب جول وكره عرضيه جول هيجيب جول هوبا جول هوبا جول مش ممكن. جول قاتل. الملعب هيولع تاني. جول قاتل للمغرب بتركيز وهجمه منظمه 100%. هجمه منظمه في 100%. ايه الاثاره دي؟ ايه المتعه دي يا جماعه؟ مش ممكن. هدف التعادل، هدف هنا وهدف هنا. اوصف واقول ايه؟ المغرب، جماهير المغرب هتتجنن وجماهير الجزائر ساكته تماما، ساكته. عدى وشوفوا المتابعه في تركيز مش هيرجعوا لو هم جايبين جول. استلم واستنى وقف وحطها. خلص مروان شماخ الهداف والهدف القاتل لينا نصر. واستلم وحطها. ما تطولش مروان شماخ. لو لاعب تاني هنا ممكن تطول منه، انما في تركيز من مروان شماخ. ركز. يعقوبي يلحق محمد يعقوبي وعدى منه. وصل الخط نفس المكان للخطر. خطر يعقوبي يلعبها. الرايه كانت اترفعت من جمال الهواء. هيتجنن طبعا. زعلان الفاضيه. هيغير اللعب ويلعبها طويله عاليه بيتابع كرة وبيرتحم شراد وخطر. خطر جدا. وبيعدي وبيلعب كرة عرضيه خطفها. الشبكه من بره. شوطه حلوه. كله وقف فاكرينها في الشبكه من جوه، لكن هنشوف الفاول. تترد الكرة. هيشوط من هنا. هيشوط ويحطها. كراوش، ناصر الدين كراوش، انما يمسكها خالد فهمي على طول بايده بيسلمها ناحيه اليمين. جواد زايري من ناحيه اليمين بيعمل مشوار جواد زايري، لكن وادو عاليه. يتابع مره ثانيه مروان شماخ. توصل لحجي. استلم وعدى خطر. حجي راح. هو جول هيجيب جول ويحطها. جول جميل للاعب جميل. اللاعب ده مش ممكن. يوسف حجي مش ممكن. مجهود فردي ومهاره فرديه، كل شيء فردي يا راجل. ايه الراجل ده؟ ايه اللعيب ده؟ يوسف حجي لاعب باسيا الفرنسي، مش ممكن على المهاره الفرديه. ظهره للمدافع، استلم ولف وفات من المدافع وحطها فين؟ في حاله اثاره غير عاديه. جماهير الجزائر بيرموا ازايز بلاستيك، وبدا منهم جماهير تسيب الملعب وتخرج وزعلانين. سهله يا جماعه عشان يعديها في الزاويه الضيقه كده منشنها. شوف الزاويه الضيقه ما يقدرش يلعبها غير في الزاويه الضيقه. ما يقدرش. كورنر من ناحيه الشمال تتلعب واخده كيرفو خطره. هيعمل ايه؟ استنى يوسف المختاري راحت شويه لكن تترد تاني. يجيب جول ويلعبها جواد زايري. فرصه. اللعيب ده بيتدلع طبعا. يلعبها محمد يعقوبي ويسلمها ناحيه اليمين. جواد زايري ماشي. جواد وعدى وخطر. جواد وحطها. عدت من على خط الجول. محل منتخب المغرب وبيحاول يبعد عن التسلل. هتعمل هجمه مرتده في نص الملعب فاضي وجوه جول. هو جول هيعدي راسه. جول هيجيب جول جوه جول. خلص الماتش جواد زايري بمهاره واقتدار. والهدف الثالث من الكونتر اتاك. مش ممكن اللاعب ده لعيب كبير جواد زايري لاعب سوشو الفرنسي. وخلصوا الماتش المغرب 1+1 يساوي 2. نموذج. وهم بيعملوا الكونتر اتاك سقطوا الاثنين عشان يبعدوا عن التسلل وسابوا جواد زايري اللي زايد جاي من وضع حركه واستلم وفات وعدى ورقص الحارس باقتدار وحطها في منتهى الاتقان. جواد زايري بالمقاس جواد زايري. والهدف الثالث هدف الثالث للتأكيد يأكد ان منتخب المغرب قادر ومنتخب كبير ما فيش كلام. ومباراة كبيرة ايضا. منتخب الجزائر ادى الحقيقة من الماتشات اللي حلوة اللي عملها منتخب الجزائر، رغم كان نبض قوي جدا للمغرب وفي اي لحظة كان ممكن يفوز وفي اي لحظة كان ممكن يخرج من الوقت الضايع. شوف اللاعب المميز وجواد زايد رابع ولا ايه. عدى وخطر. هو جول هيجيب جول رابع. عدى تاني. اعصابه ماديه وعايز راس الجول. اللاعب عايز راس الجول بره ويصفر عبد الحكيم الشلماني. وكده يتاهل منتخب المغرب للدور السيمي فاينال ويقابل مالي يوم الاربعاء وفي اداء قوي وممتع ومثير. 3-1 المغرب 3 والجزائر 1 في